السلام عليكم. معكم دكتور قدير حسنة، أخصائية في أمراض الأوردة والشرايين بمدينة الدار البيضاء. اليوم غنتطرقوا لواحد الموضوع اللي ديما كيطرحوا لنا عليه السؤال، هو الحمام. اون سي تخي بيان كو حنا المغاربة عايزين على الحمام، كنمشيو ليه واحد مرة في السيمانة ولا مرة في 15 يوم، كل واحد على حسب العادة ديالو. بيان سور من هذا الانسان ملي تيكون عنده مشكل تاع الدوالي او لي باغي كيمشي عند الطبيب ديالو تيقول له الحمام ممنوع. هنا غنشرح لكم علاش ممنوع، حيت سي امبورطون، حيت الا ما صحتيش المريض على حاجه ممنوعه راه ما غاديش يحبسها. هذه حاجه بديهيه. علاش ممنوع؟ لان الحمام شنو فيه كاينه اون سورس دو شالور، كاينه واحد الاشاره، واحد السخونيه كتطلع كثيره. هذيك السخونيه شنو تدير الاورده ديالنا؟ كتوسع الاورده ديالنا. الناس كاملين اللي عندهم مشكل تاع العروق لي فاريس والناس اللي ما عندهمش، غير هو مسكين هذاك السيد ولا السيده اللي عندها مشكل تاع لي فاريس، داك الوريد ديجا ما تيخدمش مزيان، وانت كتعطيه الحراره كتزيد توسعو. منين كتوسعو كاين واحد الاحتباس، دونك الدم ما كيدورش مزيان. وهنا كنخافوا من واحد الحاجه اللي هي صعيبه بزاف ومن المضاعفات، هو يوقع تخثر وريدي. شنو هو هذا التخثر الوريدي؟ هو داك الدم اللي ما كيدورش مع الحراره السخونيه زاد العرق وساع، دونك الكميه ديال الدم اللي غادي تحبس غتكون اكبر، تقدر تخثر ودير لنا واحد لو كايو ولا واحد الحجره ولا واحد الجلطه وريديه في وسط العرق. هذيك الجلطه الوريديه هنا كيولي حاله استعجاليه، سي اون اورجونس ميديكال، يعني المريض تيحس بواحد الالم كبير، واحد السخونيه، واحد الاحمرار في هذيك البلاصه فين وقعت الجلطه، اللي كيولي خصو يشوف الطبيب في اقرب وقت باش يعطيه واحد الدواء اللي هما مميعات دمويه او لي زونتي كواغولون باش نجريو الدم باش ما تبقاش هذيك الجلطه. ها علاش تنقولوا لكم ما خاصكمش تمشيو للحمام، باش ما نوصلوش لهاد المضاعفه. ثاني حاجه باش هذوك الاعراض ديال الدوالي ما يتزادوش كثر، حيت انا ملي غنوسع داك الوريد كثر بيان سور الدم غادي الكميه تكبر، دوك الاعراض غادي تكثر حتى هي، وغنحس بلا رجلي غيتقالوا بزاف وغادي تنفخوا وغادي يسخنوا عليا. كاع دوك الاعراض اللي كنت كنحس بهم عاده بالحمام غادي يزيدوا كثر. هذه حاجه ثانيه. وقت العلاج فاش كنكونوا كنعالجوا المرضى ديالنا اون جينيرال بالحصص تاع التصليب بالحقن تنقول لهم الحمام ممنوع. علاش؟ لان حنا كنانجكتيو واحد لو برودوي سو فورم دو موس، واحد الرغوه كنديروها في وسط هذاك الوريد. دونك انت الا مشيتي ندير لك انا هذيك الحصه وتمشي للحمام كتكون واحد الحراره، دونك كديري واحد الالتهاب، هذيك المريض غادي يضروا رجل وداكشي. هذه حتى هي من الحوايج. يعني حنا ملي كنكونوا كنديروا العلاج تاع لي فاغيس او الدوالي تنقول المريض تاعي 15 يوم حتى ل 3 سيمانات من بعد الحصه ما يمكنلكش تمشي للحمام او سونا او اي حاجه فيها سورس دو شالور، خصنا نتجنبوها باش ما يوقعش التهاب في هذاك الوريد وباش ما يكونش الم من بعد الحصه ديالنا.